ناس كتير لما تفكر تسافر ألمانيا أول حاجة بتتقال ليها هات قبول جامعة أو دور على عقد عمل، وده بيخلي فعلا الموضوع باين صعب، خاصة للناس اللي هم لسه متخرجين من ثانوية عامة أو ما عندهمش تعليم جامعي. لكن في طريق تاني تماما قانوني 100% وسهل نسبيا لو اتبعت الخطوات صح. الطريق دوت اسمه فيزا البحث عن أوزبيلدونج. يعني تقدر تسافر ألمانيا وتقعد هنا 6 شهور تبحث عن أوزبيلدونج من غير ما تكون جايب موافقة أو عقد أوزبيلدونج قبل كده. والموضوع دوت قليل اللي يعرفه، مع إنه موجود على موقع الحكومة الألمانية ذات نفسه، وأنا قريته في كذا حتة في كذا مرة، ومعترف فيه بكل مكاتب الأجانب والسفارات. بس لأنه جديد شوية على الناس ومش متغطي كويس في المحتوى العربي بشكل كافي، فناس كتير مش بتفكر فيه أصلا. وفي الفيديو دوت هكلمك عن الموضوع في كل الزوايا، وهتشوف فعلا لو هو سهل، طريق سهل، ومين يقدر يقدم عليه، وهل فعلا يستاهل المحاولة ولا لا. خليني احكي لكم لقصة لبنت اسمها مروة. البنت دي بنت مصرية. مروة عندها 21 سنة، خلصت ثانوي عام ومعاها شهادة لغة B1 في الألماني من معهد جوتا. حاولت تقدم على جامعة في ألمانيا بس ما قدرتش ومعرفتش تجيب قبول جامعي، وكانت خلاص هتسيب الفكرة. لكن بالصدفة وهي بتدور على حلول تانية لقت معلومة عن فيزا البحث عن أوزبيلدونج. قررت تجرب، فتحت حساب مغلق، جهزت الأوراق وراحت على السفارة وقدمت فعلا، واستنت شوية لغاية لما ردوا عليها. في الآخر خدت الفيزا وسافرت ألمانيا. خلال ال6 شهور اللي خدتهم الفيزا بتاعت بحث عن أوزبيلدونج قدمت على أماكن كتير تدريب مهني، وفعلا لقت مركز وافق عليها كمساعد تمريض. مضت العقد وقدمت ورقها بتاع الإقامة في مكتب نجادة، وخدت إقامة 3 سنين أوزبيلدونج. النهاردة مروة بتقبض مرتب شهري، عندها تأمين صحي، ساكنة في سكن تابع المركز اللي بتشتغل فيه، وده كله من غير لا جامعة، قبول جامعة، ولا عقد شغل جاهز. وهي كانت في مصر، كل اللي كان معاها لغة وحافز ان هي تجرب بس. هكلمك بشكل بسيط يعني ايه اوزبيلدونج للناس اللي ما تعرفش يعني ايه تدريب مهني في المانيا. في ناس جديده ما بتعرفش، في ناس جديده لسه اول مره تسمع الموضوع، فلو انت عارف الموضوع عباره عن ايه ممكن تسكيب للفصل اللي بعده او للنقطه اللي بعدها. هو نظام تدريب مهني في المانيا، وده نظام محترم جدا الصراحه، الكواليتي بتاعته حلوه. الحكومه الالمانيه بتعتمد عليه في تغطيه النقص في سوق العمل. ببساطه هو تدريب على مهنه معينه بيجمع ما بين الشغل العملي والدراسه النظريه الاثنين مع بعض. كل اسبوع 5 ايام بتشتغل في شركه، ويومين بتروح لحاجه اسمها بروف شوله وتدرس النظري اللي انت على المفروض بتاخده عملي، بتدرس النظري بتاعه. الجميل في الموضوع انك وانت بتتدرب بتقبض مرتب شهري بيبدا من 800 يورو في بعض المجالات، ممكن يوصل ل 1000 او 1100 او 1200 يورو في الشهر، وكل سنه بيزيد عن الثانيه. المدة نفسها بتبقى 3 سنين في الغالب، وده بيأهلك انك انت بعد الاوزبيلدونج تشتغل على طول، تروح تقدم على الدراسة تدرس بكالوريوس زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت، او تروح تشتغل وبعد ما تشتغل تاخد اقامه دائمه جنسيه. ومن اشهر المجالات اللي فيها اوزبيلدونج في المانيا هي التمريض، رعايه المسنين، التكنولوجيا المعلوماتيه الاي تي، واي حاجه ليها علاقه بالسيارات، النجاره والكهرباء، والطبخ برضه موجود. وانا عملت فيديوهين لاشهر 15 وظيفه ترند في المانيا تشتغلها في اوزبيلدونج، اللي ما شافش الفيديوهين دول فاتوا كتير. فنقدر نستشف ان مش بس الاوزبيلدونج المهن البسيطه، لا كمان ممكن حاجات متقدمه في التكنولوجيا المعلومات مثلا زي الاي تي، ممكن تبقى مبرمج او اوزبيلدونج برمجه فيه موجود. تعال نفهم بقى الكونسبت بتاع فيزا بحث عن اوزبيلدونج. الفيزا ديت معموله مخصوصه للناس اللي هم عندهم يعني حافز يشتغلوا او يدوروا على اوزبيلدونج في المانيا، بس لسه مش في ايدهم دلوقتي عادي تدريب. فالحكومه الالمانيه بتقول لك تعالى المانيا تقعد فيها 6 شهور تدور فيها على اوزبيلدونج، ولو لقيت مكان نديك اقامه على حسب مده الاوزبيلدونج، 2 يبقى 2 سنين، 3 سنين يبقى 3 سنين، تبدا فيها التدريب المهني. ولو ما لقيتش بعد 6 شهور دول للاسف ترجع بلدك تاني. الميزه هنا انك بتكون جوه المانيا، يعني فرص اعلى في القبول، لان معظم الشركات اللي بتدي عقد اوزبيلدونج لو لقت الشخص موجود في المانيا بيبقى ممكن 3 4 5 اضعاف نسبه القبول اللي كانت هتديها لك لو انت موجود في بلدك. فلو لقيتك موجود في المانيا وعملت معاهم انترفيو وانت في المانيا، اعتبر ان دوت بيزود جزء كبير جدا من القبول عن لو كنت في بلد خارج المانيا، وخصوصا خارج الاتحاد الاوروبي. والفيزا دي كمان بتديك فرصه تشوف الحياه بنفسك وتحضر نفسك كويس للتدريب اللي انت داخل عليه. يعني لما بتيجي تقعد قبل التدريب شويه 6 شهور بتستشف الدنيا ماشيه ازاي، وبتقدر تهيئ نفسك نفسيا اكتر بدل ما تيجي على طول على الاوزبيلدونج.
هقول لكم بالظبط على الشروط على حسب ما هو مكتوب في موقع السفارة الألمانية في القاهرة في جزء بتاع الأوزبيلدونج، وأنا هقول لكم في آخر الفيديو للي هيستنى معايا لآخر الفيديو هقول له بالظبط فين يلاقي المعلومة دي، فخليك معايا لآخر الفيديو عشان تستفيد الماكسيموم. بالنسبة لأول شرط السن، مفيش سن محدد، مفيش قانون بيمنع يقولك أنت مثلا سنك 50 سنة ما تقدمش، مفيش قانون بيقول كده، بس هما كاتبين على موقع السفاره في مصر في فيزا البحث عن اوزبيلدونج بحد اقصى 35 سنه، لان الشركات بتفضل دايما في الاوزبيلدونج الشباب الصغير في التدريب، بس في حالات معينه بيتم قبول برضو الاشخاص اللي هم سنهم يوصل لحد 35 سنه لو كانوا هم فعلا جادين عندهم خبرة كويسة في المجال ومعاهم لغة كويسة، فعشان كده السفارة بتطلب في حتة السن تكون أقل من 35 سنة. وبالنسبة لشهادة اللغة عشان تقدر تسافر بالفيزا ديت لازم يكون معاك على الأقل B1، ويفضل يكون الشهادة دي طالعة من معهد معترف بيه زي جوتا أو OSD، لأن من غير الشهادة دي السفارة مش هتقبل طلبك. يفضل كمان لو معاك B2، لأن دوت هيقوي موقفك. المؤهل الدراسي، بالنسبة للمؤهل الدراسي الفيزا ديت طالبة إيه بالظبط؟ مطلوب إنك تكون مخلص 12 سنة تعليم، يعني ثانوي عام أو ما يعادل ثانوي عام. لو معاك دبلوم فني ممكن تحتاج شهادة إنك عادلت الدبلوم الفني دوت في ألمانيا عن طريق موقع تسيت أبي، وأنا قلت إزاي قبل كده. أو في بعض الجهات بتحتاج إنك شرح محتوى الدراسة اللي أنت خدتها، شرح إضافي بتجيب أنت درست إيه في الدبلوم الفني بالظبط، ما بتحتاجش المعادلة نفسها، بس عشان تضمن نفسك. ولو أنت مش عارف بالظبط الشهادة ديت هتنفع يقبلوا بيها في الفيزا ولا لأ، ممكن تعمل معادلة من على منظمة تسيت أبي أو زاب بالإنجلش. المنظمة دي بتاخد حوالي من شهر 3 شهور وقت عشان ترد عليك، وبترد عليك ان شهادتك مكافأة لكام سنة بالنسبة للشهادة الألمانية، وساعتها بالشهادة دي تروح تقدم على الفيزا بدون أي مشكلة. العيب بس في الموضوع ان تكلفة المعادلة ممكن توصل ل 208 يورو، دي بس العيب، والوقت ان انت تستنى 3 شهور تقريبا عشان يردوا عليك. بالنسبة للتأمين الصحي، تأمين السفر اللي احنا عارفينه عشان تقدر انك انت تسافر 6 شهور، وعشان تعمل حساب مغلق بتعمل في بنك فينتيبا 6 شهور كل شهر ب 1091 يورو، يعني هيبقى 6000 وشويه، ما حسبتهاش كام بالظبط بس 6000 يورو ونص مثلا. 6000 يورو ونص هتعملهم في فينتيبا لمده 6 شهور عشان تروح تعرف تقدم على فيزا البحث عن اوزبيلدونج، مش فيزا اوزبيلدونج. فالشروط الاوراق المطلوبه اللي تبقى في السفاره هي بتبقى جواز سفر معاك، شهاده الB1، شهاده الثانويه عامه مترجمه وموثقه، حساب بنكي مغلق زي ما فهمتك، تامين صحي للسفر، سيره ذاتيه انت تكون مثلا محضرها حتى لو ما فيهاش معلومات كتير، ما يكونش فيها فراغات زمنيه، الموتيفيشنال ليتر، وتكتب حافز بتاعك انك هتيجي تعمل خطتك ايه في المانيا من الالف للياء، من اول ما تيجي تبدأ تدور على شغل، هتصرف على نفسك منين، هتدور بداية من مدينة ايه، هتسكن فين، وايه المجالات اللي هتدور عليها بشكل اخص، وليه بتدور على المجالات ديت، والموتيفيشن بتاعك انك تشتغل فيها. كل ده لازم تبينه في الموتيفيشن ليتر، خطة كاملة. طبعا بتملى استمارة طلب للفيزا بالكامل، طلب اللي هي استمارة فيدكس اللي عارفينها، صور شخصية بتجيبها معاك، وبتكتب بقى زي ما قلت لك يعني في الموتيفيشن ليتر ارجع على النية بتاعتك، ليه بالتحديد رايح تعمل اوزبيلدونج في المانيا. تعالى بقى نتكلم على اول ما توصل المانيا هتعمل ايه. في مواقع كتير للاوزبيلدونج اتناقشنا فيها قبل كده وانا هقولها لك تاني. معاك 6 شهور رحله تدور على عقد اوزبيلدونج، تدور على اوزبيلدونج ضد ايه، jobbörse.arbeitsagentur.de، meinstadt.de فيها فرص كتير اوزبيلدونج، makeitgermany.com برضه بيحطوا ساعات وظايف هناك او حتى اماكن تدور فيها. في كتير من المواقع لو انت تابعت الفيديوهات اللي فاتت هتشوفها كمان في الديسكريبشن مكتوب. كمان ممكن تدور على الشركات شخصيا وتسلمهم السي في بتاعتك بايدك، وده بيكون ليه اثر كبير. لو اتقبلت لازم توقع العقد بتاع الاوزبيلدونج وتاخده لمكتب الاجانب عشان تحاول الاقامه بتاعتك. ف6 شهور بيبقوا وقت قليل ريسكي بس يستاهلوا الصراحه. في تجارب فعلا الناس جت بيها، في تجارب فعلا ناس اتقبلت في اوزبيلدونج بيها، فما تستهونش بالست شهور. هم مش كتير، بس لو انت عامل خطه صح يبقى انت تقدر زي ما ناس عملت كده انت كمان تقدر تعمل كده. طب ايه المميزات في الفيزا دي؟ ايه المميزات الحقيقيه على ارض الواقع اللي ممكن نلمسها، ممكن نشوفها؟ بتدخل المانيا بطريقه قانونيه ومن غير ما تحتاج عقد تدريب مسبق، عندك فرصه تكتشف الحياه قبل ما تبدا الاوزبيلدونج زي ما قلنا، وتقرر اذا كنت هتعرف تكمل هنا في الاوزبيلدونج ولا لا. فرصتك بتبقى اعلى في القبول في الاوزبيلدونج بما انك موجود في المانيا. لو نجحت في مكان بتاخد اقامه 3 سنين، اخرها بتشتغل، ولما تشتغل ممكن كمان بعديها بكام سنه تقدم على اقامه دائمه. بتقبض مرتب شهري اثناء التدريب، فما بتحتاجش تصرف على نفسك بعد كده، انت اوريدي بتقبض اصلا في الشهر فلوس، وبتدخل سوق العمل بشكل رسمي بعد كده. كل حاجه رسميه، ما فيهاش اي شبهات، ما فيش اي هجره غير شرعيه في الموضوع.
في شويه اخطاء ناس بترتكبها بتسبب ان الملف بتاعهم بيترفض، وده لازم انبهك ليها جامد. تقديم شهاده لغه مش معترف بيها او مزوره، اعرف ان ممكن يتعمل لك بلوك انك تقدم لالمانيا بعد كده. فتح حساب مغلق من بنك مش معتمد او تجيب حساب بنكي ستيتمنت في بلدك مش هيبقى اثبات، يا اما حساب مغلق يا اما ضامن مالي، بس حساب المغلق اقوى من الضامن المالي. خطاب الدافع بتاعك ضعيف او انت عامله كوبي من اي شات جي بي تي مثلا كاتبه، مش حاجه كويسه. لازم تكتب بنفسك انت، لازم تكون عارف الخطه الواضحه بتاعتك. مش بتوضح لهم بالظبط ايه المجالات اللي انت رايح عليها، رايح مسافر عشوائي تدور وخلاص على اي مجال يجي قدامك، ده بيبقى حاجه سلبيه قوي في ملفك. لازم توضح لهم تحديدا المجالات اللي انت مهتم بيها ودراسه سوق العمل، المجالات دي متوفره وايه الريكويرمنتس بتاعتها، وانت بتحقق الريكويرمنتس نفسها سواء من اللغه او من الشهادات بتاعتك. لو زودت اي ورق في ملف الفيزا بيقول ان انت رايح تعمل حاجه غير الاوزبيلدونج، هتترفض الفيزا. فخلي بالك ما تزودش اوراق. الاوراق دي ممكن تخليهم يفكروا مرتين، هو ده رايح يعمل اوزبيلدونج ولا رايح يدرس ولا رايح يشتغل ولا رايح ايه بالظبط. علامه استفهام على غرض الفيزا، رفض صريح من السفاره. فانا كده بينت لكم. لو انت بقى حابب تفهم بشكل مفصل ازاي تكمل دراسه بعد اوزبيلدونج، ممكن تشوف الفيديو اللي فات اللي انا اتكلمت فيه باستفاضه عن الموضوع دوت. هسيب لك برضو اللينك بتاعه في الوصف لو افتكرت. لو ما افتكرتش فكرني في الكومنتات. كل اللي انت هتعمله هتروح على موقع جوجل وتكتب السفارة الألمانية في القاهرة، ولو انت طبعا مش في مصر تكتب السفارة الألمانية في البلد بتاعتك، سواء في عمان، في السعودية، في قطر، في الدوحة، في كل بلد تكتب السفارة الألمانية بتاعتها. أنا بروح على طول على موقع السفارة الألمانية في القاهرة، بيفتح لي الموقع اللي قدامكم دوت. بروح على نظام التأشيرات، في بعض المواقع بتلاقيها فوق خدمات وتروح على التأشيرات. في موقع مصر موجود هنا عند نظام التأشيرات، نروح على نظام التأشيرات. احنا طبعا الفيزا اللي احنا بنعملها هي مدة 6 شهور، فاكيد اكتر من 90 يوم، وعشان كده احنا هنروح على التأشيرة المحلية ونضغط. هنلاقي بعد كده في تأشيرة البيلدونج تعليم، لان الاوزبيلدونج دوت يعتبر تعليم، فنخش عليها. بنروح بعديها على حتة ارشادات الاوزبيلدونج اودا اوزبيلدونج بلاتس زوخة، ده اللي احنا بنتكلم عليه. اوزبيلدونج بلاتس زوخة دي هي الفيزا اللي احنا بنتكلم عليها. وبالنسبة الارشادات طبعا، في لو انتوا عايزين اعمل لكم فيديو عن التأشيرة ديت والارشاد بتاعتها بالتفصيل ما عنديش مشكلة خالص، بس انا هركز لكم على الحتة بتاعت البحث عن تدريب مهني. الحتة دي انا لما اعمل زوم ان عشان تشوفوا معايا، البحث عن تدريب مهني الحد الاقصى للسن 35 سنة، حساب بنكي مجمد بقيمة 1091 يورو شهريا لمدة 6 شهور، شهادة اتمام المرحلة الثانوية بمدرسة ألمانية بالخارج أو شهادة أجنبية أخرى معتمدة تعطي الحق لصاحبها للالتحاق بالجامعة، شهادة ثانوية ألمانية الأبيتور أو شهادة الثانوية العامة في مصر. وأنا وضحت لكم هتعملوا إيه لو دبلوم فني. شهادة إجادة اللغة الألمانية B1 صادرة من الجهات الآتية: معهد جوتا او تلك او او اس دي او تست داف او اي ال سي بروفمنت سنتروم. ده برضو حاجه اول مره اسمعها، بس هما بيقبلوا بيه في السفاره. ده بالنسبه للبحث عن التدريب المهني. باقي الشروط زي ما انتم شفتوا انا همر عليها بشكل سريع. جواز سفر هتجيبه، نموذج طلب التأشيرة ودي موجودة في كل فيزا، صور حديثة، مستند التأمين الصحي اللي احنا عارفينه، وتجيب بعديها سيرة ذاتية وخطاب حافز، وبس خلاص خلصت الفيزا. فعشان كده بقول لكم هي فيزا مش صعبة، وفعلا لو انت ظبطتها صح اوراقها صح مش هتلاقي في مشكلة في القبول بإذن الله. فيزا البحث عن الاوزبيلدونج ممكن تكون المفتاح الحقيقي لسفرك في ألمانيا، خصوصا لو انت مش قادر تجيب قبول جامعي او عقد شغل. مهم تمشي في خطوات صح، تجهز اوراقك كويس وتدخل بجدية في الموضوع، تبقى فاهم كل حاجة، ان كل ورقة مطلوبة منك. لو انت عايز فيديوهات تانية اتكلم فيها عن الموضوع بشكل اعمق، اكتب لي في الكومنتات واكتب لي افكارك في الكومنتات. افتكر دايما الفرص بتجيلك لما تكون جاهز ليها، فجهز نفسك كويس. في ناس بتقضي عمرها تحلم بالسفر، وفي ناس بتشتغل على حلمها وتتحرك. مش لازم تكون اغنى واحد ولا اذكى واحد، بس لازم تكون اكتر واحد فاهم هو رايح على فين. فيزا البحث على اوزبيلدونج مش مجرد ورقة، مش مجرد فيزا، دي فرصة تخليك تبدأ من اول السطر وتثبت لنفسك انك تقدر فعلا توصل للهدف بتاعك. كل باب مقفول وراه مفتاح، بس المفتاح محتاج صبر واستعداد وشجاعة انك تاخد اول خطوة. لو فعلا نفسك تبني مستقبلك في ألمانيا، ابدأ دلوقتي، ما تستناش حد يقولك امتى.